عاملة ايه؟ الحمد لله. فعلا برضه دقيقة ماشي. أنا أول شعري هو لسه مسرحولي. مش هذا روح بقى. باي. مالك يا لولو؟ زعلانة ليه يا حبيبة ماما؟ ايه اللي مزعلك؟ أنا شعر صاحبتي أيسن أطول مني وأنا متغاظة. متغاظة ليه؟ طب هي عملت لك ايه؟ عشان عمالة قالت لي أنا كنت بمسك شعرها، قالت لي شعري جريمة لسه مسرحولي، بعد كده عملت كده. وغاظتك؟ اه. طب انا عندي فكرة. فكرتي يا ماما؟ شفت كريم على النت اللي بيحطوا شعره بيوقعوا شعره ويبوظوه، هجيبهولك واتصلي بيها تيجي هنا عندك عشان مش هينفع في البيت عشان مامتها هتقولك ما تحطلهاش. ماشي يا ماما. اتصلي بيها قولي لها تعالي عندي العبي معايا فانا شفته الكريم ده جميل قوي، بيحطه في شعره وبيبوظ له شعره، فاحنا هنجيبه لها بدل هي غيظاكي وانا ما رضيش ان لولو حبيبه ماما تتغاظ. هجيبهولك واديهولها، بس انت ايه اتصلي بيها من ما انا اروح اجيبه واجي، اتصلي بيها وقولي لها تعالي وانا هجيبهولك واديهولك، وانت قولي لها الكريم ده ماما جايبهولي جميل خدي تعالى جربهولك، هتروحي انت حطاهولها وهو بقى يبقى على شعره وبوظ. طب ماشي، ما حد التليفون عشان اتصل عليه. ماشي، من لما انا اروح اجيب لك الكريم. حاضر. الو، ايه ايسن عامله ايه؟ تعالي العبي معايا شويه في البيت. ماشي. مش فاكره الكميه قبل اللي ماما هتعملها دي. خدي يا قرو اهو، انا جبت لك الكريم. ماشي. ولما تيجي تجيبهولها ماشي؟ هخش بقى انا جوه بقى. ايه ده ايسن عامله ايه؟ الحمد لله. جايه تلعبي مع اروى؟ اه. تعالي يا حبيبتي اتفضلي. بصي ماما جايبه لي الكريم ده بيخلي شعري جميل وكمان جميل، ايه رايك احطهولك؟ لا ماما لا متخافيش، ده هيخلي شعرك جميل. ماشي. هقفله بقى عشان ماما متزعقليش عشان مخلصهاش ولا فجت. انا هروح بقى عشان ماما متقلقش عليا. ماشي يا ايسن. باي باي. يا سوسو. ايه يا ماما؟ ايه يا سوسو؟ انت جيتي من عند صاحبتك؟ اه. عامله ايه؟ الحمد لله. لعبتوا سوا؟ اه. ايه ده انت حاطه ايه في شعرك؟ حتى كريم صاحبتي اديتهولي. وانا مش قايله ما تحطيش حاجه من حد. هي اللي حطتهولي. وريني ايه الكريم ده نوعه ايه، وريني كده. ايه ده؟ ده بيوقعلك شعرك. ايه ده؟ ده بيوقعلك شعرك. ايه ده؟ مين قالك تحطيه؟ هي صاحبتي حطتهولي. انا مش قايله ما تحطيش حاجه من حد وما تسمعيش كلام حد. معلش يا ماما. معلش ايه، هنعمل ايه دلوقتي؟ وبعدين صاحبتك دي كده تبقى وحشه وما تروحيش عندها تاني. ماشي. عشان هي كده ما بتحبش الخير لحد، ولما بيحبش الخير لحد يبقى وحش. احنا لازم نحب اصحابنا زي ما بنحبوا نفسينا. ماشي. كانت راحت عند دكتور وعالجت شعرها، مش تجيب لك حاجه تبوظ بيها شعرك. كده حرام، اللي بيعمل كده يبقى حرام يروح النار. ما تروحيش تاني عند صاحبتك دي. ماشي يا ماما. كده يبقى حرام، اللي بيأذي الناس يبقى حرام، اللي يأذي حد في شعره او في اي حاجه فيه يبقى حرام. اللي شايف حد في حاجه كويسه يقول ما شاء الله ويروح يدور على نفسه ويعالج نفسه، لكن ما يأذيش البني ادم اللي قدامه عشان حرام. خلاص احنا مش هنكلموا الناس الوحشه دي تاني عشان كده حرام. ماشي يا ايسن؟